السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جه الزمن ان اشوف نجوم الزمالك قدامى الزمالك بيتكلموا على زيزو، بيقطعوا في زيزو. وجه الزمن اللي نشوف ناس بتقدم في البرامج وناس بتحلل الزملكاويه بيقطعوا في زيزو. وجه الزمن ان ناخد النصيحه من النادي اللي كله مشاكل داخليه وخارجيه واخلاقيه. جه الزمن والله. وجه الزمن ان الميديا بتاعت الزمالك تسمع كلام جمال القرني منزل لك خناقه من رمضان، دوره رمضانيه، وقال لك ابو زيزو وزيزو ضربوا في النادي. والاعلام عندنا بيصدق اي حاجه، وانا حذرتكم من 3 شهور على موضوع زيزو. جمال القرني ورجالته جاهزين تماما، الفلوس بتتصرف عليهم جامد قوي يا جماعه قوي. اي حاجه تنزل على نادي الزمالك ما تصدقوهاش، ولا تعلقوا عليها ولا تتكلموا ولا تنزلوا ولا تشيروا ولا اي حاجه. ده كله كده، كله كده. زائد الحقد اللي موجود جوه اللعيبه القدامى بتاع نادي الزمالك دول على موضوع زيزو، عشان بقى نجم وعشان نجم شباك وعشان تعب وشيء لوحده. هل زيزو في ال5 سنين زمان عمل مشكله؟ لا. مستوى ثابت، كسب الزمالك، بيلعب في منتخب مصر، واخد بطولات. يعني راجل ما اثرش معانا في اي حاجه. كان لعيب زي ابو طيب بيلعب جنبه بياخد 2.5 مليون دولار، زيزو ياخد مليون جنيه، ما اتكلمش. جه لما يجي يطالب بحقه، حقه الشرعي، واحد تعب وشقي بيجي له عروض وبيسيبها عشان خاطر نادي الزمالك، عروض ضخمه يعني. هل زيزو لما يجي يطالب بحقه ما هو دلوقتي وحش؟ هل لما بيطالب انه عايز فلوس زيه زي لاعب اجنبي بيجي ب 2 مليون دولار ومليون ونص دولار وكانت كوارث الايام الاخيره بتاعت النادي، الغرامات عمال يدفعها دي كانت كوارث كانت بتيجي، ما اتكلمش. الراجل ده هل يستحق كده؟ طبعا يستحق. ما يستحقش ليه؟ انا بقى دوري فين؟ مش انا دوري كاداره اقعد مع زيزو طلب 10 مليون اقول له 5، بعد كده نوصل ل7، نوصل ل6.5، نتفق معاه. طب ما وصلناش ل7، وصلنا ل10 زي ما هو عايز، اديله. ادامك انا اداره مش عارف اتفاوض معاه وانا ما نجحتش ان اتفاوض معاه، يبقى يمكن يعيب في زيزو. واحد هتلاقي يقول لك ايه؟ لا زيزو ما بيحبش الزمالك، يتنازل شويه، المفروض يعمل. هو اتنازل وزيزو ما طلبش 100 مليون، وكل ده كده، وكل اللي بيتقال في الاعلام ده كده. والله العظيم ورحمه امي وحياه لا اله الا الله وربنا شهد عليا في الكلمتين دول، من اقرب الناس ليه، ما في جلسه حصلت بين زيزو واي مخلوق في النادي غير ممدوح عباس ورئيس النادي، واتفقوا على كل حاجه من شهرين. وزيزو كان مبسوط ونزل الملعب والدنيا خلاص قفلت والاعلام قفل وكل حاجه قفلنا الدنيا كلها. ايه اللي اتغير؟ معرفش. ايه الكلام اللي اتغير؟ معرفش. بتسلموا زيزو للجمهور ليه؟ مش تعرفوا. والله ما تقدروا. ان زي ما قلت لك اللي بيحصل ده حاجه اداريه مالهاش دعوه باخلاقيه. زيزو ما شتمش النادي ولا اتخانق مع النادي ولا ساب النادي ولا باع النادي، ده دور الاداره. دوره تماما. وانا قلت لك يا كابتن حسين احنا كلنا معاك وبندعمك، عارفين انت استلمت كان في كوارث، عارفين والله وربنا عارفين، ومعاكم بندعمك. بس موضوع زيزو ده مهم، دورك انك تحافظ على القوام الرئيسي، دورك انك تجيب لنا لعيبه، دورك انك تجدد للعيبه، دورك انك ناخد بطولات، ده دورك. واحد من الجمهور يقول لي ايه؟ يا زيزو عملوا ايه؟ يا جماعه زيزو ما عملش حاجه. زيزو ابن النادي وتاريخ النادي وجزء من النادي. ما يكفي يا جماعه ان من مصر باسكندريه لاسوان كل واحد لابس شيرت الزمالك 25. يعني دي مش دعايه نادي الزمالك؟ دي مش شعبيه نادي الزمالك؟ يعني دي مش بفلوس؟ لا. ولا حد اتكلم مع زيزو من شهرين، ومش عايز واحد يطلع بطل قومي يقول لك انا جددت لزيزو، وعملوا كل القلق وكل المسخره دي، فيقول لك ايه؟ انا اللي جددت ولا عملت؟ ما جددت له يا عم واخلص يا عم. ما في ايدك جددت. واحد يقول لك لا ده هيروح الاهلي، ده هيروح السعوديه. ما هو زيزو لو مشي هو حاجتين، ده الاهلي لا السعوديه. في غيرهم لعيبه الزمالك بيطلع غير الحاجات دي. لعيبه الزمالك بيروح غير السعوديه لا الاهلي عادي. احنا فتحنا الزمالك بيت في الاهلي يعني عادي. كل لعيبتنا هناك عادي. كل لعيبتنا في السعوديه بدون مدربين في السعوديه. اذا انت اقوى واحد دلوقتي في المنظومه، كله بيخاف منك، بيخاف من لعيبتك، عايز تبيعها وعايز يبيعها وعايز تحط لك مشاكل وعايز. احنا ما نستسلمش كده يا جماعه، ده دورنا. كابتن حسين لبيب ارجوك اقفل لنا الملف ده. استاذ ممدوح عباس انت فاهم يعني انا عايز اقول ايه؟ خلص الدنيا دي بعد اذنك يعني، خلص عشان زيزو لعيب مهم ومؤثر، ولو غير كده يبقى حقودي عليه ومش مخلص نادي الزمالك، واللي عايز يصدر مشاكل نادي الزمالك هندوس عليه بالجزمه كلنا ايا كان مين هو، حتى لو من قدامى نادي الزمالك ونجم نادي الزمالك. لان للاسف كتير منهم جدا بيحقدوا على زيزو، كتير جدا ما يهموش غير مصلحتهم.
بيطلعوا يكسبوا تعاطف الجمهور لك زيزو هنعمل 100 زيزو. طب ما زيزو معانا يا جماعه، 100 زيزو ليه؟ ده احنا نجيب 20 زي زيزو. طب ما زيزو معانا برضه نعمل نجيب ليه؟ ما هو في ايدنا. ده كلام القدامى يا جماعه، الناس اللي بتحقد على النادي وبتحقد على اللعيبه عشان اللعيبه دي نجوم بقوا سوبر ستار للاسف يعني. كل التوفيق لمجلس الاداره في الملفات اللي جايه الصعبه جدا، كلنا في ظهرها باذن الله، وان شاء الله تعدي على خير باذن الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. زيزو ومشكلة زيزو وتجديد زيزو والمشاكل الدايرة داخل نادي الزمالك وجدران نادي الزمالك والمشاكل اللي ما بتتحلش وأزمة الجزيري وقرارات لجنة الانضباط الغير مضبوطة بالمرة. أسامة حسن بيعلق على مشكلة زيزو إن زيزو مشكلته كلها في الفلوس، وإن ما كانش فيه مشاكل بينه وبين الاداره الفتره اللي فاتت. لا يا كابتن اسامه، المشاكل موجوده بقالها 6 شهور. 6 شهور انت ما قدرتش تمضي زيزو على الفتره القادمه، لكن للاسف انت سايبه لحد شهر يناير، ويحق ليه ان هو ينتسب لاي نادي ويكون موجود داخل جدران اي بقى قلعه حمراء خضراء زي ما انت عايز تقول قول. لكن للعلم كل المشاكل اللي انتوا فيها اداريا والزمالك واقع بدنيا وفكريا وكل حاجه، وزي ما انت عايز تقول قول، ما تقوليش غير كده. واللي ما يشوفش من غربال يبقى اعمى. تطلع بقى تقول لي بقى لا ده الجان جمال اوراني جمال معرفش مين. المشاكل دي انتوا اللي بتصدروها لنفسكم، والمبلغ اللي يعني متعالي ومتغالي فيه قوي والد زيزو. يعني انا مش فاهم ازاي يعني انت عايز تاخد 290 مليون في ال3 سنين، الزمالك عرض 180 في 3 سنين، عايز تاخد فرق 110 مليون على ال3 سنين. معلش مع احترامي لسيادتك، ما هو المردود الذي يقدمه زيزو خلال هذا الموسم؟ على عيننا وعلى راسنا، هو استاذ ضربات جزاء، استاذ تسويح في ال18، بيتعلم العنف ال18. يا عم حلوا ازمه الجزيري اللي هيعمل لكم مشكله في الفيفا. شوفوا المشاكل اللي عندكم وبتطالبوا من الكل يقف معاكم. طيب عندك الاستاذ ممدوح عباس دافع فوق ال 110 مليون جنيه، يعني حبا في الزمالك مش حبا في حد. الراجل ده ما خدش حاجه من الزمالك، الراجل ده بيدي الزمالك. طبعا احنا عارفين مين السبب والمتسبب الاول والاوحد داخل نادي الزمالك، هو كان مرتضى منصور في الصفقات الفاشله. يا راجل ده انت عندك زياد كمال ده، انا ما اعرفش زياد كمال ده ايه وايه العقد اللي معمول الخرافي الخزعبلي من انبي. انا مش فاهم معمول ازاي. يعني انت دافع حقه، دافع حقه وعايز ترجعه، وانبي كمان عايزه منك 25 مليون. ده ايه ده ايه الفجر ده يا حاج اسامه، يا كابتن اسامه، يا عم الاستاذ، يا عم الكابتن، انت بتتكلم في ايه؟ وجاي بتقول لي قدامى نادي الزمالك بتغير وبتحقد من زيزو. هتحقد منه على ايه؟ معلش يعني هتحقد في ايه بالظبط؟ انتوا كل همكم واللي شاغلكم اكتر واكتر ان انتوا خايفين ان هو يروح للنادي الاهلي. والله العظيم النادي الاهلي ما محتاجه. كفايه امام عاشور وكفايه كهربا واللي انتوا عملتوه فيهم. ده اكبر دليل. يعني انتوا شايفين هو انتوا سايبينهم في حالهم اصلا؟ ده انتوا ماسكينهم ليل ونهار فحت وردم فيهم وكلام ما انزل به من سلطان. يعني انا مش فاهم، انتوا بتحبوا تاخدوا الحاجه وعادي عندكم على قلبكم زي العسل، لكن النادي الاهلي لو خد من عندكم 1 أو 2 صيام يعني تبص تلاقي الدنيا قامت ما قعدتش، وعملتوا له بقى علقتوا له المشانق وطلعتوه ان هو فيه. الرياضه مش كده. احنا بنشوف العالم كله عادي، لعيب بيكون في الفريق المنافس بيروح للفريق اللي كان بينافسه وخلصت وانتهت. يا عمي افهم بقى، فيش حاجه اسمها ابن النادي وابن الدايره وابن الكلام الفاضي ده. النهارده دي كلها بقت منظومه استثماريه بحته، وكل واحد النهارده عايز يعمل مستقبل لنفسه، عايز ياخد اكبر قدر، لانه سنينه في الملاعب قليله. والنهارده زيزو عنده 28 سنه
عنده 28 سنه، لما يمضي 3 سنين هيبقى عنده 31 سنه 32 سنه. انت تقولي شايف عبد الله السعيد ولا ما اعرفش ايه، معلش احنا هنستثنى واحد ولا نستثنى اتنين، لكن صدقني الرياضه ماشيه في مصر يعني سمك لبن تمر هندي، وحاجه لا يرثى لها بصراحه، حاجه تزعل والله قسما بالله. ده احنا عندنا لجنه انضباط يا راجل، ايه القرف ده؟ في حياتي ما شفتش لجنه انضباط عايزه انضباط عشان تنضبط. حاجه غريبه والله. النهارده ماتش الزمالك والاتحاد، عايزين نشوف مباراه كويسه بقى ان شاء الله، وما يكونش فيه اخطاء تحكيميه علشان ما نصدعش نفسنا ونصدع قلوبنا وعقولنا كل يوم من اللي احنا بنشوفه. وشكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.